مع وليد الركراكي المدرب اللي صج فترة قصيرة لكن يمتلك مجموعة والله عنده جبهة، لأنه كان مع الوداد وحقق بطولات كبيرة وجاب أفريقيا، ولذلك أنا أعتقد أنه المغرب إن شاء الله رغم المجموعة الصعبة لكن تمتلك جدا جدا، وهما أتوقع أن الأمهر على مستوى في شمال أفريقيا. السؤال شنو؟ من سوف يفوز بكأس العالم؟ كيف؟ من سوف يفوز بكأس العالم؟ ان شاء الله تفوز دولة عربية. مغرب تونس، السعودية قطر. العنابي يفوز كأس العالم. الله يعطيكم العافية، الله يعطيكم العافية. هذا الأجواء يا مشعل، جميع المنتخبات مرشحة وهذا الأجواء وعندك شكرا محمد. وخلال هذه وياها يا مشعل، هذه أميمة من المغرب، قلت لها المنتخب المغربي بعدني ما كملت الكلام، قالت لي لا بس مجرد 7 جايين اليوم لأرض قطر. أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا المنتخب المغربي حاليا جايين 7 ديال اللاعبين ومعهم طاقم تقني وطاقم طبي، وإن شاء الله تعالى من بعد غادي يجيو إن شاء الله اللعابة اللي باقيين. أنت مقيمة هنا في دولة قطر لكن ما شاء الله عليك ما بس جاية كمشجعة للمنتخب المغربي، نعرف أن مجموعة صعبة لكن حتى أخبار المنتخب المغربي تتابعونها أول بأول. شو سر هذا الحب الكبير؟ صح كل واحد يحب منتخبه لكن حب انك انت تتابعي كل صغيره وكبيره وكل تفاصيل المنتخب المغربي. طبعا اول حاجه الحب الكبير للوطن، ولكن سر ديال الحب ديالنا للكره هو الحب ديال الفريق ديالنا في المغرب الرجاء الرياضي، هو اللي كيخليك انك تتابع جميع التفاصيل ديال الرياضه والحب ديال الحكم العمل ديالي كمعلقه صوتيه رياضيه. فهاد الحاجات كيخليوك انك تزيد تبغي تعرف تفاصيل اكثر واكثر عن المنتخب، وان شاء الله وكنتمنى التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا المغربي خلال فعاليات كاس العالم 2022. إن وصل منتخبكم للفندق تبوا تطلعون هناك تاخذون صوره ولا نكمل؟ لأن على طول لازم نربط. المنتخب وصل، انزين نقول الحمد لله على سلامة البعثة اللي جت شو اسمه على اساس انها تشارك في مونديال كاس العالم، لكن مجموعة صعبة. عندك بلجيكا، عندك كرواتيا، شو اللي تشوفه انت؟ والله العظيم احنا ما نكذبش عليك، انا شخصيا اكثر مسابقه نكون متفائل فيها كثير المنتخب الوطني انه راح يجتاز الدور الاول، وكنظن يمشي ابعد حتى من الدور الاول، لان التشكيله اللي حط وليد الركراكي اكثر مناسبه اكثر لهذا الكاس عفوا. وش نقول لك، المغربي لما يقولوا انه حمد الله راح يكون موجود، من هذا اللي كنت ناوي نقول، لان الحلقه الاضعف عندنا في المنتخب هي الهداف، فلما جبت الهداف اذا خلاص ما بقى ولا حلقه اضعف في المنتخب. تقول لي ماشي والله حلقه اضعف، ماسك لي شو اسمه علم المغرب ابي اشوفه، وبعد ما تطلع علم المغرب لازم تسمعني حاجه. هي انا اشوف